اشترك في قناتي الغالي أباظة وفعل الجرس. يا ابوي يا ابوي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا الغالي علينا. عامل ايه؟ عامل ايه صحتك؟ حج احمد. طيب عامل ايه؟ الله يخليك يا حج كيف حالك يا احمد. غالي علينا؟ الله يخليك يا حياك حج الله، احمد. والله لك وحشة كبيرة. حياك الله. كيفك يا رجال؟ والله بخير. باهي باهي؟ باهي كثير كثير كثير. وشلونك اليوم؟ باهي. ما رايح فين؟ رايح شوية القمحيات نوديهم الطاحون ندشهم للبهايم يا حج احمد. ليه؟ في حد عليش القمح يا راجل؟ يا راجل حرام عليك برضه ده كلام. صب شاي يا حج احمد. صب لك شاي يا صب عمي. شاي. وما تقول لي انا البهايم نوكلهم ايه يا حج احمد؟ يا راجل خفهم شوية البهايم، انت وكلهم ردة، وكلهم ذرة رفيع، ذرة شامي، اي حاجة بس تدش القمحات. الناس ما قاش تاكله والناس عايزاه، ده البني ادمين القمح مش للبهايم. وانا مالي؟ يا راجل ما ينفعش الكلام ده يا راجل، عيب على ده. لا بالله عليك ما ينفع الكلام ده ابدا. انت تتوكل على الله، تروح ايه تشتري لك شويه رده، تشتري لك شويه ذره، تشتري لك اي حاجه. والبهايم اللي كانوا ما قدرش عليهم تخفهم شويه، كانت بثلاث اربع بهايم خليهم بقيمه، خليهم اثنين، ما حدش يدش القمح يا راجل. يا حج احمد القمح ده حرام كتير. يا راجل والله. عندي القمح كثير انا انا. ما خير كثير يا عم الحمد لله، بس ما تدشش القمح للبهايم. كيف تدش القمح للبهايم انت على كده؟ يا ربنا خلي البقره تحلب باللبن. ورده يا عم انت للحكومه، بيع للناس، بيع للتاجر، لاي حد. وانا مالي ومال البلد وما شاء الله ما حد ضاقه. ما ينفعش يا غالي علينا. إيه؟ ده انت الله لك وحشه كثيره يا راجل. ده الحمد لله اللي انت معدي على دوت على الطاحون. انا على طول موكلهم لا قمح على بس طول. لا ينفعش الكلام ده يا غالي علينا. يعني انت شايف كده؟ لا انت قديت لما ده انت هتدش وده يدش. أيوة. وده يدش. ده بناكله منين احنا؟ يا راجل ناكله منين قمح احنا، وناكله منين رغيف العيش؟ يعني هي لما عامله الناس ازمه كلها دي. كده تتعم وتروح تدش للبهايم عشان خاطر مثلا شوال رد ولا كيلو قيد ولا شويه ذره، توكلهم حشيش، توكلهم ذره، ما قدرش يبيعهم. صدق انما يا كلامك راجل صح. البرده كلام دوتي، ناكله منه عيش ورز وخير كثير يا راجل، بس لا تلخبطش. لا والله والله عندك حق يا حج احمد. ومكرونه مش كلها تصنع منها القمح حصل. دوتي، مكرونه حصل يا حج احمد. وكل حاجه. امال يا الناس تعيش منين؟ يبقى خلاص انا نديهم الواحد لا يا مستحق. عم انت تبيعهم. نبيعهم الواحد يستحق القمحيات تبيعهم ونجيب رده. تبيعهم وتجيب رده، تجيب ذره. بس عشان انا شايف ناس كثيره معاها قمح يا حج هتوكل للبهايم. ما ده اكبر قلت نعمل زيهم. اكبر حرام يا راجل والله اكبر حرام. ليه يا حج؟ حرام شرع انك تبيع تطحن القمحات للبهايم مهما كان يا راجل. النعمه دي نعمه من نعم ربنا فضل علينا. حصل. سيدنا يوسف شفتها انت العمليه في الازمه اللي عاشتها مصر، وكانت مخزنين القمح في السنابل، والناس ده تلفت مصر بخير يا راجل. حصل. حصل. المفروض انا وغير المفروض نوقفوا مع البلد. ايوه نطلعوا القمح، طلع القمح وهيرجع لي في الاخر. نودوه للحكومه، نعمل اي حاجه بيه، بس ما ينفعش تدش للبهايم. حصل. حتى عشان يعملوا لنا مكرونه يا حي. يعملوا مكرونه ويعملوا فتل ويعملوا كل حاجه منه. حصل. ما يجي في الاخر يعني وفين وعيش وطازه وكل حاجه. صدق صح. ايوه يا راجل، لا توكل على الله. عاود قمحاتك واشتري لك شويه رد، اشتري لك شويه ذره، ده يطحن وده يطحن ويدش للبهايم. طب هنيجي ناكل بعد شهر ولا بعد شهرين؟ هي الازمه دي يا حج. الازمه دي تبقى مشكله. بدل ما الكيله ب 100 جنيه تبقى ب 200 جنيه وتبقى ب 300 جنيه بسبب دش للبهايم. يبقى انا يا عم الحج نرجع القمحيات. رجع القمحات عشان القمح ده غالي يا حج، نعمه كبيره. الله ينور عليك، الله يفتح عليك. حصل يا حج احمد. الله يوسع عليك. محدش لاقيه القمح. القمح ده نعمه كبيره، معمول للبني ادمين. نعم معمول للبني ادمين مش نعم للبهايم. والله انا كنت غلطان. لا توكل على الله. حقك علي يا حج احمد. والله يبان عليك انت زعلان مني. لا والله، بس انت اوعى تدش القمحات البهايم. لا خلاص يا حج احمد. يا راجل كلها ترزق من فضله بالقمحات دي. حصل. والله حد بوسه عليها دي يا حج احمد. حد بوسه. اما اقول لك معلومات يا حج احمد. الله يبارك فيك. انت نورت البلد يا غالي علينا. حبيب الكل يا حج احمد. احمد. ولك وحشه والله.
منور البلد كلها حج احمد. الله يخليك، الله يبارك فيك. ربنا يزيدك صحه ويبارك لك في عيالك آمين يا وولداتك رب يا حج احمد. امين يا رب العالمين. جزاك الله كل خير على المعلومه دي. الله يخليك، الله يبارك فيك. ويخليك لمصر. ماشي يا حبيبي. ومصر كلها خلي بالك، مصر محروسه يا حج احمد. الحمد لله. والله مصر احسن من غيرها. الحمد لله. حصل ولا لا؟ حصل. والنعمه كبيره وخير كتير يا عم. بس نعم. احنا اللي عاملين في نفسنا كده. واحد من ضمن انا لما هنعمل ازمه في القمح. لا تعملش ازمه يا عم، انت توكل انت عقلتني. هات لك شويه ذره، شويه شام، شويه رده، اي حاجه توكل بها، بس الا حكايه القمح. الا حكايه القمح يا حج احمد. الا والقمح هتشبش ابدا. حصل يا حج احمد. نعمه من نعم ربنا دي. ماشي، جزاك الله كل خير وشكرين على الشاي الحلو ده. الله يخليك، الله يبارك فيك. ده حبيبي يا حج احمد. البركه. الله يخليك. يلا طب سلام عليكم. انا نروح نبيعهم. ابيعهم لاي حد. ونجيب رده. تجيب رده، تجيب ذره، تجيب شامه، تجيب اي حاجه. حصل. يبقى انا عملتش ازمه على كده لما يشتريهم واحد. لما انت وغيرك يجيشهم. أيوة. مش هيقعد قمح في البلد. حصل. يبقى انا مش عنديش قمح ثاني. هندمر الاكل بتاعنا. وكنا احنا القمح هندمروه. حصل يا حج احمد. جزاك الله كل خير يا حج احمد. واحنا شعبنا ما اكلش غير العيش. الشعب المصري اكل ايه؟ في شيء غير العيش. حصل يا حج احمد. الصبح يصبح ياكل فول وطعميه بالعيش، هاكله بالرز. لا هاكله بالعيش. طب عن اذنك يا حج احمد، عشان انت جوعتني، انا جعت. ماشي تفضل. نروح نتغدى عشان انت جبت ست نغدوك طيب. وانا جعت. اقعد نغدوك. شوف جزاك الله كل خير. نهار حجك يا حج والله احمد. نغدوك. عقبال ما تفرح بحسامك دهوات ان شاء الله، عقبال عروستك. ماشي يا حبيبي. ويوسف. ماشي ان شاء الله. يلا شكرين يا حج احمد. جزاك الله كل خير. ماشي سلام. السلام عليكم حج عليكم احمد. السلام ورحمه الله. على مالك. والسلام على ظهرك. ظهرت مزق يا حج يا احمد. عمي والسلام على ظهرك. استنى نجيب لك ظهر يا حصان. حج احمد. نجيب لك لا حصان. لا ارفع علي يا حج احمد. على مالك. الذنب طلع مني. الذنب طلع مني. توكل على الله. وزي ما قلت لك. ماشي يا حج احمد. توكل على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وصلت البركه.